السلام عليكم. سؤال بيتكرر كتير من العيانين: يا دكتور، هو السكر اللي عندي دوت ممكن يخف؟ هل ممكن اتعالج من السكر اللي عندي دوت نهائي؟ الإجابة أيوة، وبالتجربة العلمية والعملية، بس مش لكل الأنواع من السكر. احنا عارفين إن السكر أنواع، في نوع منهم معتمد على الأنسولين اللي هو النوع الأول زي احنا ما بنقول، ودوت البنكرياس ما بيفرزش انسولين خالص، ودوت لازما الاعتماد على الانسولين مدى الحياه. خلاص المصنع باظ. وسكر تاني البنكرياس بتاعه مرهق شويه، او مش قادر يخرج انسولين كفايه، او في مقاومه للانسولين ودوت اسمه النوع الثاني، وبيعتمد على اقراص معظمها منشطه ومعظمها بتحسن حساسيه الجسم للانسولين، وتخلي الانسولين اللي بيخرج من البنكرياس يشتغل كويس ويجيب نتائج كويسه مع السكر. هنشرح الاول التجربه ونقول حيثيات التجربه وايه الظروف اللي انعملت تحتها التجربه ديت، وساعتها نقول لك انت ممكن تخف تماما من السكر ولا لا، وانه نوع فيهم اللي ممكن يخف من السكر تماما. لما بيجي العيان يسال: يا دكتور، هل فعلا ممكن السكر اللي عندي يخف؟ بقول له ايوه ممكن، بيتحسن جدا لدرجه ان السكر بيرجع طبيعي من غير دواء. العلماء بيسموا المرحله ديت اسمها الريميشن. يعني ايه ريميشن؟ يعني المرض نام شويه كده واختفى، اتبعنا معاه شويه اساليب خلاته نايم. والريميشن ده هو يعني ان السكر يرجع يبقى طبيعي من غير اي ادويه لمده سنه او اكتر، لو حافظنا على النظام اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو ده. يعني تتبع نظام حياة وحمية غذائية معينة ونمط حياة صحي يخلينا منيمين السكر ننا ومسيطرين عليه لدرجة ان احنا ما نحتاجش ادوية سكر خالص. وطول ما احنا ماشيين على النظام دوت ممكن ما ناخدش ادوية سكر ونعتبر نفسنا خفينا من السكر نهائيا. طيب ايه هي الدراسات اللي اتعملت ديت؟ ايه هي الابحاث العلميه اللي اثبتت الكلام دوت؟ اول حاجه، في دراسه اسمها دايركت اتعملت في بريطانيا. الناس هناك خلوا المرضى يمشوا على نظام اكل قليل جدا في السعرات الحراريه، يعني ياخد حوالي 850 سعر حراري بس في اليوم، والنتيجه كانت مبهره. حوالي نص الناس اللي اتعملت عليهم التجربه ديت اتحسنوا جدا، ووقفنا لهم ادويه السكر تماما. كمان بعض العيانين خلوهم يخسوا من 15 كيلو من وزنهم، 86% منهم دخلوا في مرحله شفاء تام. يعني العيانين اللي خسسوهم حوالي 15 كيلو من وزنهم كمان معظمهم خف من السكر تماما. يعني كل ما تخس اكتر كل ما البنكرياس بتاعك يبدأ يشتغل أحسن ويعرف يكفي جسمك واحتياجات جسمك من الأنسولين. من هنا يبقى أنت فعلا ما عندكش نقص في الأنسولين بالنسبة لجسمك، فأنت كده كأنك ما عندكش سكر. طب يا دكتور، سمعت إن في عمليات جراحية بتخفف من السكر تماما، هل الكلام ده صحيح؟ أيوه، جراحات السمنة زي تحويل المسار أو تكميم المعدة بتخلي السكر يتحسن بسرعة جدا، احيانا قبل ما الوزن ينزل كمان، يعني مش قبل ما تخس سكرك بيتحسن. ودي بسبب تغيرات في هرمونات الجهاز الهضمي زي الهرمونات اللي هي جي ال بي 1 اللي بتساعد الانسولين انه يشتغل كويس تاني وبكفاءة عالية جدا. عمليات التكميم وتحويل المسار نتائجها جبارة في التخفيف من السكر. سؤال: طب لو انا مش عايز اعمل عمليات، مشي على النظام الاولاني اللي هو مش لازم تعمل عمليه خالص، لكن لازم تغير اسلوب حياتك، تخس من 10 ل 15 كيلو على الاقل من وزنك، تاكل اكل صحي ومتوازن ومحسوب، تقلل سكريات ونشويات، تمشي او تلعب رياضه كل يوم نص ساعه، 150 دقيقه في الاسبوع، نص ساعه كل يوم لمده 5 ايام من الاسبوع.
تتابع مع دكتورك عشان لو السكر نزل قوي يبدأ يقلل لك العلاج واحدة واحدة. يعني برضو ما بنمنعش العلاج مرة واحدة، احنا بنبدأ نتبع النظام الغذائي دوت ونظام تخسيس ونظام رياضة، ونبدأ نراقب. أول ما يبدأ السكر يظبط أو يقل بنقلل لك علاجك واحدة واحدة لحد ساعات ما بتوصل إن احنا ممكن نشيل العلاج نهائيا. طيب يا دكتور، هو كده معناه إن السكر خف خلاص؟ الإجابة تقدر تقول إن السكر نايمنا ننا، مش اختفى. لو رجعت للأكل الغلط تاني أو زاد وزنك تاني السكر ممكن يرجع. لكن الجميل إن احنا عرفناك الطريق، عرفناك إن أنت تخس، تظبط أكلك، تلعب رياضة، ممكن السكر يروح منك تمام. الخلاصة، السكر النوع الثاني مش حكم مؤبد، لكنه إنذار بيقول لك غير حياتك وأنا هسكت. يعني بيقول لك امسك نفسك وأنا همسك نفسي. السكر من النوع الثاني هو اللي بيتحسن على النظام اللي احنا قلنا عليه ده. السكر من النوع الثاني بيقول لك خد بالك من نفسك، امسك نفسك في أكلك، اظبط جسمك، غير نمط حياتك، العب رياضة، وانا هسيبك براحتك ومش هجيلك تاني. لكن لو لخبطت في اكلك، وزنك زاد، انا هرجع لك تاني وممكن اشرس من الاول كمان. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.